صفحات من تاريخ الزيبان. رحلة أسبوعية في الماضي العريق لبسكرة وضواحيها. صفحات من تاريخ الزيبان، إعداد وتقديم فوزي مصموتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مرحبا واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي صفحات من تاريخ الزيبان. صفحات هذا العدد تتوزع على الأركان الثابتة التالية: بريكا تصنع الحدث بامتياز بمناسبة مجازر 8 ماي 45. من بقايا الذاكرة إعدام الشهيد رشيد رضا العاشوري بالمقصلة. حياتهم: الشهيد شوارب أحمد بن سبتي من بلدة طلقة. وأخيرا ملاحم خالدة اشتباك جمورة عام 59. مستمعي الأكارم، في بحر الأسبوع الماضي وبمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 45 900 وألف، والتي ذهب ضحيتها أزيد من 45 ألف شهيد على يد العصابات الإجرامية الفرنسية بتوجيه من الإدارة العسكرية هنا بالجزائر. أقول في بحر الأسبوع الماضي عاشت مدينة بريكا طبنا العريقة عرسا ثقافيا تاريخيا متميزا حضرته وجوه ثورية وثقافية وفنية وإعلامية من عدة ولايات: باتنا، بسكرة، سطيف، مسيلة وغيرها. وقد تخللت هذا النشاط محاضرات ومداخلات بالمناسبة، وكذا معارض حول دور منطقة بريكا في ملحمة الجزائر الخالدة ثورة نوفمبر المجيزة، وأخرى حول مجازر 8 من شهر ماي من عام 45، وهذا بإشراف السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريكا. وقد استهل الحفل الضخم الذي أعاد لمدينة بريكا بريقها ومجدها الثقافي كإحدى الحواضر العلمية الثقافية لبلاد المغرب، سواء كعاصمة لبلاد الزاب القديمة أو كعاصمة لبلاد المغرب الإسلامي، وهذا في أربعينيات المئة الثانية للهجرة، وهذا بعد احتلال العاصمة القيروان عاصمة بلاد المغرب. فتحولت العاصمة بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني بعدها أبي العباس السفاح، حول العاصمة من القيروان إلى مدينة طبنة، حيث اتخذها الوالي أبي حفص الذي عينه الخليفة أبي جعفر المنصور كما ذكرنا، اتخذها عاصمة لبلاد المغرب. وبعد تخريبها لما كانت محاصرة قال له الخليفة العباسي: ارجع إلى بلاد المغرب يا أبي حفص وقم بإعادة بناء مدينة طبنة، على ما يذكر ذلك ابن الأثير وابن خلدون وكثير من المؤرخين العرب.
وبالإضافة إلى إشراف المجلس الشعبي البلدي برئاسة سيد ساكر بري، فقد أسهم في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية الضخمة كل من المجلس الشعبي البلدي كما ذكرنا لبلدية باريكا، المجلس الشعبي البلدي للرياضة برئاسة سيد الأخضر ميباركي، والمركز الثقافي باريكا بإدارة السيد فريد سلامي، وكذا جمعية العلم والمعرفة برئاسة السيد رحاب زين الدين، إضافة إلى جمعية فرسان الخير لبلدية باريكا برئاسة رئيسها السيد دراجي علاء الدين، التي كان أعضاؤها نجوم بل فرسان هذه التظاهرة مع أعضاء الجمعيات الأخرى، وكانوا كلهم حيوية ونشاط وعمل دؤوب من أجل إبراز الوجه المشرق لمدينة باريكا على غرار زكريا العطار، نور فرحاتي، نبيل مكي، هاني جعيل، مجد رحماني، العطار آدم، أسامة خوري وغيرهم من أعضاء هذه الجمعيات. أعود وأقول مستمعي الكرام بأن باريكا استضافت بالمناسبة مجموعة من الوجوه الثقافية والإعلامية من أجل تكريمها، باعتبار أن هؤلاء الأربعة المكرمين هم شخصيات هذه التظاهرة، على غرار الإعلامي والصحفي سليمان بخليلي، أيضا الأستاذ الإعلامي أحمد خوجة من إذاعة الجزائر من بسكرة، كذلك الشاعر الكبير محمد جربوعة من ولاية سطيف، إضافة إلى محدثكم فوزي مصمودي. وقد تم تكريم الأربعة بالمناسبة في جو بهيج، وهذا طبعا بعدما تلقينا الدعوة، تلقيتها شخصيا من الصديق المثقف والمهووس بثقافة وتاريخ وعراقة باريكا السيد المحترم نور الدين مشقب، مهندس هذه التظاهرة، رفقة السيد سلامي فريد مدير المركز الثقافي لبلدية باريكا، وغيرهم من الأعيان والشخصيات التي وقفت وقفة من أجل إنجاح هذه التظاهرة، ومن أجل أن تكون باريكا في طليعة المدن الجزائرية. وبعد النشاط الذي احتضنه المركز الجامعي بباريكا، وهو ملحقة تابعة لجامعة الحاج الأخضر بباتنا، كان بهو المركز الثقافي بباريكا على موعد مع عدة معارض من إنجاز السيد سليمان قراوي الشغوف بالتاريخ، والذي لم يكل ولم يمل من جمع أكبر عدد ممكن من الأشياء المتحفية، من المقتنيات التي تعود إلى ثورتنا المجيدة، ومن خلال الفضاءات الجمعوية التي ينشط بها على مستوى ولاية باتنا. أيضا أبرزت هذه المعارض التي أنجزها مع آخرين بعض المحطات الهامة في تاريخ الجزائر، خاصة خلال ثورة نوفمبر، إضافة إلى طلقات البارود التي ملأت الشارع المقابل للمركز الثقافي، والتي برع فيها بعض أبناء باريكا، وقد كانت فعلا وكان يوما مشهودا عاشته باريكا مدينة طبنة العريقة. هذا كله مستمعي الكرام قبل أن تفتتح تظاهرة مناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 45 بمدينة باريكا، حيث افتتحت بالقرآن الكريم وبالنشيد الوطني، وأيضا بكلمات مفعمة بالوطنية بحب الآخرين، وبتنشيط طبعا من مدير المركز السيد فريد سلامي الذي أدار هذه التظاهرة بأريحية وببراعة متناهية، دلت على موسوعيته وعلى ثقافته وعلى القدرة على مخاطبة
الآخر ليحيل الكلمة بعد ذلك إلى محدثكم، حيث تناولت ذكرى 8 ماي 45 كمجزرة رهيبة تضاف إلى السجل الأحمر وليس الأسود، سجل الأحمر للفرنسي، سواء كنظام في تلك الفترة أو كمستوطنين، حتى لا أقول معمرين، وكل من له علاقة بالفرنسيين، وارتكبوا هذه الحماقة التي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء 45، فيما تقول الحركة الوطنية أنذاك بأن عدد الشهداء كان حوالي 80,000 شهيد. لكن الذي اتفق عليه وأصبح متداولا بين المؤرخين وبين الساسة الجزائريين هو عدد 45,000 شهيد. هذه المجزرة ذكرت حينها أنها لا تسقط بالتقادم، ويمكن للجزائريين وأعضاء المجتمع المدني أنهم إلى اليوم ما زالوا يعني يطالبون بالاعتراف وبالاعتذار والتعويض من قبل سلطات العدو الفرنسي. وقد عرجت كذلك على تاريخ هذه المدينة العريقة التي أنجبت الكثير من الأعلام، من العلماء، من الفقهاء، الذين هاجر أغلبهم إلى مصر، إلى قرطبة، إلى إشبيلية، إلى كل أنحاء العالم طبعا الإسلامي، وقد حملوا جميعا صفة الطبني نسبة إلى الاسم القديم لبريكا، مدينة طبنة، ودورها أيضا في الفتوحات، دورها في حركية التاريخ الإسلامي، وما أضافه أبناء باريكا لتاريخ الجزائر. أما الشاعر الكبير محمد جربوعة فقد شنف أسماع الحضور بنخبة من قصائده العمودية المفعمة بالوطنية، والتي دلت على شاعريته كشاعر شرف الجزائر في العديد من المحافل العربية، في دمشق، في الخليج، في غيرها من الأماكن التي مثل فيها الجزائر، وكان فعلا خير سفير لهذا الوطن المفدى، وكرم في العديد من المناسبات. أما الإعلامي أحمد خوجة من إذاعة الجزائر من بسكرة، وهو ثالث المكرمين، فقد تطرق إلى الإعلام المسموع وتطرق إلى العديد من الأشياء الجميلة التي يقوم بها رفقة زملائه، ودور كذلك الإذاعة في تحقيق التنمية الشاملة. فيما كانت كلمة الإعلامي سليمان بخليلي حول المناسبة وحول الإعلام المرئي باعتباره رابع المكرمين. كما فسح المجال إلى كلمة لصاحب فكرة هذه التظاهرة سيد نور الدين مشقب، الذي عمل بلا هوادة من أجل التحضير لهذه التظاهرة ومن أجل إنجاحها واختتامها إلى غاية توديع جميع الضيوف، طبعا إضافة إلى كل من أسهم في التحضير لهذه التظاهرة من الجمعيات التي ذكرتها، من المركز الثقافي لمدينة باريكا. لكن الشيء الذي استوقفني أكثر مستمعي الكرام وأعجبت به فعلا وأيما إعجاب كان الأوبرات الوطنية التي أبدع من خلالها تلامذة وتلميذات ابتدائية نجاز عيسى
بباريكا بتوجيه وتدريب من معلمهم السيد جبالي أو جبالي رافع. وفعلا هؤلاء البراعم كانوا في المستوى المطلوب من حيث الأداء، من حيث الإنشاد، من حيث الأصوات بدون ارتباك، بدون تلعثم. كانوا يعني كأنهم قدموا العشرات من الأوبرات أو القصائد والأناشيد من قبل، لكن يعني كانوا يتكلمون وكانوا ينشدون وكانوا يقولون القصائد بكل أريحية، رغم أنهم يعني من تلامذة الابتدائي. ويريد أنه يلتفت إلى هؤلاء من أجل تثمين نشاطهم المتميز ومواصلة مجهودهم ليس في الابتدائي فقط ولكن في المتوسط والثانوي، وربما في فضاءات أخرى، إضافة إلى أوبرات أخرى جد رائعة مماثلة لها من لدن تلامذة وتلميذات ابتدائية حي دقاقشة بباريكا بإشراف معلمهم منير، من خلال هذه الأعمال الرائعة التي قدمها أبناء باريكا من أجل حب الجزائر ومن أجل الجزائر والجزائر وفقط. وقد تميزت تلميذات باريكا مستمية الأكارم بلباسهن التقليدي والمعشق ببعض الشارات التي تعود إلى تاريخ وتراث المنطقة. وأيضا كل هذا اللباس والصوت والأداء والقدرة على النطق وأيضا على الحفاظ على مخارج الأصوات زاد الحفلة رونقا وبهاء وتجاوبا مع الجمهور المتعطش لمثل هذه الأنشطة، والتي يجب أن تثمن وتشجع مع المطالبة بالمزيد، حتى وإن وجدت نقائص في هذا الحفل أو في غيره فالكمال لله عز وجل. والمطلوب هو تشجيع مثل هذه المبادرات، مثل هذه الأعمال، لنسهم معا في بناء هذه البلدة، بلدة باريكا التي لا يتجزأ من وطننا المفضل الجزائر، وأن نكون معاول بناء لا معاول هدم، ونتعاون وتتضافر جميع الجهود، مثقفين مبدعين يعني مستثمرين، أيضا أساتذة مديرين حتى عمال، كل من موقعه يعني يساهم في بناء هذه البلدة، بلدة باريكا التي يعني كانت في وقت ما كما ذكرت في بداية حديثي لم تكن عاصمة لبلاد الزاب الكبير فقط، ولكن تبوأت مكانة مرموقة، حيث أضحت في أربعينيات النصف الأول من المئة الثانية للهجرة، كانت عاصمة لبلاد المغرب قاطبة. كما أضفى الطفل هاني جعيل مستمعي الكرام جوا من السرور والغبطة لدى الجمهور، وهو الماهر في تقليد الأصوات والبارع في الوصول إلى أي صوت مهما بلغت درجة صعوبته. فهنيئا مستمعي الكرام لباريكا ولأهل باريكا، طبنا بهذه التظاهرة الثقافية والمحطة الهامة التي أعادت بالحضور إلى الزمن الجميل، الزمن الذي كانت به باريكا إحدى الحواضر الثقافية. وأنا يعني في الطريق إلى هذه البلدة الرائعة، والكريم أهلها
يعني جالت بخاطري الكثير من الأحداث التي مرت بها باريكا من خلال الثورة التحريرية، المعارك، الأعلام الذين أنجبتهم، أيضا القادة العسكريين خلال الثورة وخلال الحركة الوطنية. يريد من بلدية باريكا مستمعي الكرام مع هذه الجمعيات الرائدة التي ذكرتها، وربما جمعيات أخرى تنشط، يعني يريد أنها تتضافر كما ذكرت الجهود، وأن ينظموا ملتقى سنوي يكون بعنوان باريكا عبر التاريخ، يتناول التاريخ الإسلامي، التاريخ الثقافي العلمي لهذه الحاضرة، دورها أيضا خلال العهود الإسلامية الماضية، خلال الدولة الأغلبية، الدولة الرستمية، الدولة الحمادية، الدولة الموحدية، دورها في عهد الفاطميين، وأيضا عهود كثيرة مرت بها باريكا مستمعي الكرام، وأيضا دورها البارع خلال الثورة والقادة العظماء الذين أنجبتهم. يريد أن تتضافر كل الجهود، جهود الخيرين طبعا من أبناء باريكا، من أجل إبراز الوجه المشرق لهذه الحاضرة، وما ذلك على أبناء باريكا بعزيز. طبعا إذا كان فيه نية من أجل تبليغ تاريخ هذه البلدة للأجيال القادمة، لأن الجيل الحاضر عليه أن يحافظ على تاريخ هذه البلدة، وأيضا يبلغه إلى الأجيال القادمة، لأن الأجيال القادمة ستحاسب الجيل الماضي إن قصر في تاريخها أو أحجم عن ذكره أو قلص من قيمة هذه البلدة المعطاءة. وهذا طبعا كما ذكرت بتضافر جهود الجميع وبدون استثناء لأحد. طبعا مستمعي الكرام، ونحن نتحدث عن ذكرى مجازر 8 ماي 45 التي احتضنتها بلدة باريكا، سنتناول بعد عرض أركان البرنامج مستمعي الأكارم، سنتناول بعض القطوف إن شئتم، أو بعض اللمحات أو بعض الومضات من تاريخ هذه البلدة، التاريخ الموثق. يكفي فقط أنه في الملتقى الدولي عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه، الذي نظم هنا في بسكرة بالرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد كلفت بإنجاز وبإعداد محاضرة حول حاضرة تبنى اللي هي باريكا، وقد تفاجأت بتاريخ هذه المدينة، بعطاء هذه المدينة، بعظمة رجالاتها وما قدموه للتاريخ. فيكفي فقط أن بعض أعلام باريكا من علماء، من أدباء، فقهاء، وجدت ووقفت بنفسي على أزيد من 100 مصدر، أكثر من 100 مصدر، ليس مرجع ولكن مصدر نادر ونفيس ومهم، تناولوا أعلام تبنى عبر التاريخ. سنتناول بعضهم مستمعي الكرام في بحر هذه الحلقة من برنامج صفحات من تاريخ الزيبان، ولكن بعد عرض أركان البرنامج. من بقايا الذاكرة. تعرف بطوبون أو طوبونيس منذ الاحتلال الروماني، حيث حظت هذه المدينة بمكانة استراتيجية هامة، حيث مثلت منشأة عسكرية يعود بناؤها إلى مطلع القرن الثاني الميلادي، مرورا طبعا بالتدمير الذي تعرضت له بلاد المغرب خلال الفترة الولدانية، وأيضا مرورا بالاحتلال البيزنطيون الذين هم أبناء عمومة للرومان ويعرفون بالروم وليسوا بالرومان، لأن هناك فرق بين الرومان
وبين الروم، فالرومان عاصمتهم روما، أما الروم البيزنطيون فعاصمتهم بيزنطة التي تحولت بعد فتحها من قبل محمد الفاتح عام 1453 إلى مدينة جديدة وهي اسطنبول، التي عرفت قبل ذلك بالقسطنطينية بتركيا حاليا. ومع بزوغ فجر الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب خلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري، ارتبطت طبنة ببداية النهاية المأساوية للفاتح عقبة بن نافع الفهري، حيث بقي عقبة بن نافع ومن معه من الصحابة ومن التابعين على غرار بالمهاجر دينار، سيدي عسكر، سيدي حسان وغيرهم من الأجلاء، بقوا في بريكة طبنة. ثم وجه عقبة جل جيشه إلى القيروان بعدما سمع في بعض المناوشات، بعض التهودة القريبة جدا من بلدة سيدي عقبة. ثم فتحت طبنة بعد ذلك من قبل والي بلاد المغرب موسى بن نصير. وقد تم بعد ذلك بناء مدينة إسلامية جديدة على أثر المدينة البيزنطية القديمة 151 للهجرة على يد عمر بن حفص هزمرد حسب ابن خلدون، وبأمر كما ذكرت في البداية بأمر من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. اكتسبت طبنة بعد ذلك شهرة مرموقة أهلتها أن تصبح عاصمة لبلاد الزاب قبل أن تنتقل هذه العاصمة إلى مسيلة ونجان ثم أخيرا إلى بسكرة التي تمثل اليوم عاصمة الزبان. اكتسبت شهرة أيضا مدينة طبنة خاصة في عصر الولات، سواء في العهد الأموي أو العهد العباسي بالخصوص، حيث كانت طبنة مقرا لأمراء الزاب، كما كانت منطلقا ملكة منطلقا لأميرها إبراهيم ابن الأغلب. هذا إبراهيم ابن الأغلب هو كان والي على طبنة، وهو الذي أسس الدولة الأغلبية عام 184 للهجرة الموافق 800 للميلاد. وقد هيأها موقعها الهام أن تصبح مسرحا للكثير من الأحداث التاريخية ومحورا رئيسا للتنافس الإقليمي السياسي والعسكري، خاصة بين ولاة الدولة الأموية والعباسية وبين الخوارج والكثير من الحركات الانفصالية التي شهدتها بلاد المغرب في تلك الفترة، خاصة في القرن الثاني والثالث وبعد ذلك من المئات الهجرية، إضافة إلى الصراع بين الفاطميين والزيريين والصنهاجيين والحمديين بعد ذلك، إلى غاية سقوط مدينة طبنة وانتهاء مجدها على يد بني هلال خلال القرن 11 للميلاد. معلوم مستمعي الكرام أن بني هلال وبني سليم قد أجلوا عن مصر بأمر من الخليفة الفاطمي، وهذا من أجل إزعاج الزيريين الذين استقلوا عن الفاطميين هنا في الجزائر. فأرسل هذا الخليفة الفاطمي أرسل آلاف من أبناء بني هلال وبني سليم من أجل القضاء وتنغيص الحياة على الزيريين ومن بعدهم الحمديين بقلعة بني
حماد أو بالمغرب الأوسط هي الجزائر. ومن المدن التي تم تخريبها في تلك الفترة خاصة على يد بني هلال مدينة طبنة التي سقطت في القرن 11 الميلادي. وبالرغم من تلك الأحداث فقد استطاعت مدينة طبنة أن تتبوأ مكانة ثقافية مرموقة وأن تصبح إحدى مراكز الثقافة في بلاد المغرب وشمال إفريقيا. امتد إشعاعها الحضاري في مختلف الأرجاء خاصة تونس، مصر، بلاد الشام، لا سيما بالأندلس وبالتحديد بمدينة قرطبة التي استقبلت العشرات من أبناء طبنة خاصة من العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء الذين قربهم أمراء الأندلس إليهم. كذلك امتد إشعاعها كما ذكرنا في مختلف الأرجاء وتجلى ذلك في رصيدها العلمي وتأثيرها الثقافي وبروز العديد من الأعلام الذين نبغوا في مختلف العلوم وأصناف الفنون إضافة إلى دورها السياسي وتطورها العمراني. وقد حفظت لنا كتب الرحالة والجغرافيين العرب جوانب من الوهج الحضاري والاقتصادي والسياسي لهذه المدينة التي سادت ثم بادت. إذا المستمعين الكرام، نحن أمام حاضرة ما زالت بكرا إلى اليوم، وللأسف أن مدينة طبنة باريكا لم تنل حظها إلى يوم الناس هذا في مجال البحث والتنقيب، باستثناء بعض الأعمال والرسائل الجامعية التي ما زالت إلى اليوم محفوظة في أرشيف بعض الجامعات. يعني ما فائدة مثلا رسالة ماجستير أو دكتوراه حول حاضرة من الحواضر أو حول مدينة من المدن ثم لا تخرج إلى النور ولا تطبع، يعلو عليها الغبار، غبار الطي والنسيان. لا نجد مثلا في الأسواق وفي المكتبات كتبا تتناول مدينة طبنة للأسف الشديد، أو إشعاعها الحضاري وامتداد ذلك إلى الأرجاء المتاخمة لها أو البعيدة عنها. ونحن نتناول يعني تاريخ طبنة، دائما يعلو علينا صوت مثلا أبو مضر زيادة الله بن علي بن الحسين التميمي الطبني الذي كان أديبا ظريفا، وقد ورد اسمه وأعماله وأشعاره في كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. أيضا أبو مروان الطبني، هكذا دائما أعلام طبنة عرفوا في التاريخ الإسلامي بالطبني. أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي بن الحسين الطبني الذي توفي في عام 1065 للميلاد، يعني حوالي 1000 سنة، وهو شاعر وفقيه ولغوي انتقل من طبنة إلى الأندلس. له قصائد عديدة ذكرها الفتح بن خاقان، وأيضا العديد من المصادر التي تناولت هذا العلم الجهبذ وهذا الشاعر الخنديد، إلى جانب أبي الحسن عبد الرحمن بن زيادة الله بن علي بن الحسين الطبني الذي توفي عام 1010 للميلاد. له قصائد عديدة إضافة إلى أبي الحسن علي بن عبد العزيز وهو ابن السابق، له قصائد جمة يريد أنها تجمع في أعمال أو في عمل مستقل يتناول الشعراء من أبناء
طبنة. فيه أيضا أبو الفضل عطية بن علي بن عطية القرشي الطبني الذي توفي عام 1137. فيه يعني أعلام وعلماء لا يمكن أن تحتويهم مثل هذه الحلقة من برنامج صفحات من تاريخ الزبان. هذا الإشعاع الحضاري وهؤلاء الأعلام وهذا الازدهار أيضا الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي عرفته طبنة في عقود سابقة، يعني نجده أكثر في كتب الرحالة والجغرافيين العرب الذين تناولوا مدينة طبنة على غرار أبي عبيد عبد الله البكري الذي أطنب في ذكرها. أيضا الشريف الإدريسي الذي توفي عام 1165 للميلاد في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. فيه أيضا رحالة يعني آخرين على غرار ياقوت الحموي الجغرافي، ذكرها في معجم بلدانه، معجم البلدان، كتاب ضخم ذكر طبنة وأثنى عليها. مثلا يقول حول طبنة بأنها صوت الطنبور بالرغم من أنها يعني كلمة رومانية، وذكر بعضا من أعلامها. وأيضا اليعقوبي أيضا ابن حوقل في كتابه صورة الأرض، مجموعة كبيرة مستمعي الكرام من الكتب ومن المصادر، خاصة المصادر النادرة والكتب النفيسة التي تناولت هذه الحاضرة العلمية طبنة بركة. وفي الأخير مستمعي الكرام، ونحن نختتم هذه الحلقة من برنامج صفحات من تاريخ الزبان، بودنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لأبناء باريكا على حفاوة الاستقبال، على النشاط الباهر الذي قاموا به بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945. يريد أنه فيه بلديات أخرى وبلدات أخرى تحذو حذو هذه البلدة التي مهما كتبنا حولها، مهما قلنا حولها وحول تاريخها وحول عطائها عبر التاريخ، فإننا لا يمكن أن نوفيها حقها. فشكرا لباريكا وشكرا لأهلها وعلى هذا النشاط الدؤوب والرائع والذي أعاد للمدينة بريقها. مستمعي الكرام، لم يبق لي سوى أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة لهذه الحلقة من برنامج صفحات من تاريخ الزبان، على أمل أن نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله من أجل الحديث على هذه المدن العريقة القريبة من بسكرة وحول تاريخ بسكرة بالتحديد. والشكر موصول للزميل فتحي الزبيري الذي تحمل أعباء هندسة الصوت لهذه الحلقة. أنا فوزي مصمودي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات من تاريخ الزبان، رحلة أسبوعية في الماضي العريق لبسكرة وضواحيها. صفحات من تاريخ الزبان، إعداد وتقديم فوزي مصموتي.